أهلاً بكم يا أصدقائي. اليوم سآخذكم معي في رحلة علمية عن الجدول الدوري. الجدول الدوري الذي نراه اليوم لم يأتي صدفة، بل وراءه قصة طويلة من الاكتشافات. هذا مذهل جداً! هل أنت حقاً صاحب أول جدول دوري؟ أنا ديمتري مندليف، أول من رتبت العناصر في جدول سنة 1869 وفق الكتلة الذرية، وتركت فراغات لعناصر لم تكتشف بعد. جدولك كان كخريطة ناقصة، ومع الوقت امتلأت. أنا هنري موزلي. اكتشفت أن الترتيب الصحيح ليس بالكتلة الذرية، بل بالعدد الذري، وهكذا استقرت العناصر في أماكنها الطبيعية. بفضلك أصبح الجدول أدق وأوضح وأساساً للعلماء بعدك. اليوم لدينا 118 عنصراً موزعة على 7 دورات أفقية و18 مجموعة رأسية. الفئة S تضم مجموعتين 1A و 2A، أما الفئة P فتبدأ من 3A حتى المجموعة الصفرية. الفئة D هي الفلزات الانتقالية في الوسط، وعدد مجموعاتها 10. وأخيراً الفئة F أسفل الجدول، وتشمل سلسلتي اللانثانيدات والأكتينيدات. الجدول الدوري ليس مجرد أرقام وألوان، بل هو قصة علماء ونظام لفهم أسرار العناصر. تابعوا قناة علوم AI لتستمر رحلتنا مع العلم.